في أحد الأيام الباردة من سنة 1980 وبالضبط يوم 26 يناير، جنازة مهيبة متجهة نحو مقبرة الشهداء في الدار البيضاء. جنازة حضرها الآلاف من المشيعين، غير مصدقين وفاة صاحب 32 سنة، وكذلك غير مصدقين الرواية اللي تقالت على الوفاة ديالو. وفاة صادمة وغامضة ومشكوك فيها، وفاة لاعب كرة قدم قدر يثير الجدل في حياته وحتى في الممات ديالو. لاعب ما كانش باللاعب العادي، تلقب بالعود وتلقب أيضا بكرويف، لكن اللقب الأشهر اللي بقى راسخ في ذاكرة الناس هو بيتشو، اللي تحول بعد الوفاة ديالو إلى لقب المرحوم بيتشو. وهو مصطفى شكري الملقب ببيتشو، أحد أشهر لاعبي كرة القدم في تاريخ المغرب. لعب في الرجاء والوداد، وكان أحد أبرز لاعبي المنتخب المغربي. الوفاة ديالو مازال حتى اليوم محاطة بالكثير من القيل والقال. رحيل صادم ما كان سهل تصديقه في ذاك الوقت، خصوصا مع الأسباب اللي تعلنات رسميا آنذاك. وفي الفيديو ديالنا اليوم غنرجعوا لأكثر من 46 عام باش نعرفوا شنو وقع بالضبط للمرحوم بيتشو. واش بصح وفاته كانت قضاء وقدر أم أنها تمت بفعل فاعل؟ وأيضا غنقارنوها بوفاة اللاعب التونسي محمد علي عقيد، اللي مات في السعودية في ظروف مشابهة تماما في سنة 1979، أي سنة واحدة فقط قبل وفاة بيتشو، اللي بعد سنوات طويلة تم اكتشاف أن وفاته ما كانتش وفاة طبيعية، بل كانت جريمة قتل. كل ذلك وأكثر، تابع معنا الفيديو للآخر وما تنساش الاشتراك واللايك، ونبدأ على بركة الله. تولد مصطفى شكري في سنة 1947 في درب كلوطي، أحد أشهر الأحياء الشعبية بدرب السلطان. ردعته المغنية الشعبية الحمداوية بحكم الجيران اللي كانت بيناتهم. تربى وسط بيئة مجنونة بحب كرة القدم، ومن صغره بان أنه مختلف على الأقران ديالو في طريقة لعبه للكرة، وهو اللي خلى كشافي نادي الرجاء انتبهوا ليه وضموه لمدرسة نادي الرجاء الرياضي. بفضل المهارات اللي كان كيتوفر عليها بيتشو، وكذلك البنية الجسمانية القوية ديالو طول قامته، تم تصعيده سريعا للفريق الأول. بيتشو ما كانش لاعب كرة قدم عادي، بل كان فنان ديال الكرة. كان كيلعب برجليه بجوج، وعنده رؤية ثاقبة لكل أركان الملعب. داكشي علاش كان كيلقبوا البعض باللاعب الهولندي يوهان كرويف، فيما لقبوا آخرين بالعود. لكن اللقب الأشهر اللي ارتبط به للأبد هو بيتشو، ويقال أنه اطلق عليه هذا اللقب بسبب تشابه أسلوب اللعب ديالو مع لاعب الراك السابق بيتشو. بعد فترة من اللعب ديالو مع الرجاء، واللي بدات من سنة 1966، انتقل سنة 1975 للغريم الأزلي الوداد، في انتقال حدث ضجة كبيرة في ذاك الوقت، خصوصا أن الانتقال بين الغريمين ما كان سهل جماهيريا آنذاك، وشكل صدمة كبيرة لأنصار الرجاء. في المقابل كانت ضربة معلم بالنسبة للوداد ورئيسها الأسطوري عبد الرزاق مكوار. وكان هذا الانتقال سبب في اعتزال أحد أبرز لاعبي الرجاء في ذاك الوقت، وهو صديق بيتشو المقرب بوينيني. كان بيتشو بعقلية خاصة ومتمردة، ومن الصعب السيطرة عليه، وهذا ما كان عارفه عبد الرزاق مكوار مزيان. لذلك قرر يدير خطوة ذكية جدا بعد ما رسلوا لهولندا باش يتدرب مع فريق اياكس امستردام الهولندي، وهي كجزء من خطة تكوين بيتشو على أعلى مستوى، وهو اللي عطى الأكل ديالو بعد ما قدر يحقق مع نادي الوداد الرياضي العديد من الألقاب والبطولات. ويذكر أن المرحوم عبد الرزاق مكوار كان سفير المغرب سابقا في هولندا. من الأمور الشائعة عن المرحوم بيتشو أنه سجل هدف جميل جدا في أحد المباريات، وكان الملك الراحل الحسن الثاني كيتفرج في المقابلة عبر التلفاز، وبكثرة إعجابه بالطريقة اللي تسجل بها الهدف طلب من التلفزيون المغربي إعادة الهدف بزاف المرات، وتقال أنه تعاد ليه 50 مرة. كان المرحوم بيتشو ضمن صفوف المنتخب المغربي اللي شارك في نهائيات كأس العالم في 1970 بالمكسيك، وهي أول مشاركة للمغرب في كأس العالم. وشارك المرحوم بيتشو في المقابلة الثالثة ضد المنتخب البلغاري اللي انتهت بهدف لمثله، وترك بيتشو صدى طيب في هذه المقابلة. في سنة 1974 من كان بيتشو كيلعب في الرجاء، جرى فريق الرجاء مباراة ودية ضد فريق سانتيتيان بفرنسا، وقدم بيتشو عرض كروي يبهر الجميع، لدرجة أن عميد فريق سانتيتيان توجه ليه بعد المباراة وقدم ليه التحية بعد ما دار ليه في الماتش قنطرة صغيرة بين رجليه، وقال ليه اللاعب الفرنسي: انت لاعب من طينة اللاعبين الكبار. بعد تحقيق بيتشو النجاح كبير رفقة نادي الوداد الرياضي،
انتقل سنة 1979 لاحتراف صفوف نادي الوحدة السعودي، وكانت أول مباراة ليه أمام نادي الهلال. هذا الأخير كان ينضم النجم البرازيلي الكبير ريفيلينو. كانت الأنظار كلها متجهة للاعب البرازيلي، لكن قدر بيتشو يسرق الأضواء منه ومن الكل بعد ما قدم أداء فني وتقني مبهر. وعبر ريفيلينو بعد المباراة بإعجابه بمهارات بيتشو، وصرح أن المهارات والتقنيات اللي كيتوفر عليها كاينة غير في البرازيل فقط. لكن يوم 22 يناير سنة 1980 وبشكل مفاجئ وصادم تعلن عن وفاة مصطفى شكري بيتشو في إحدى مستشفيات جدة. وكانت الرواية الرسمية للوفاة أنها بسبب مضاعفات إصابته بسرطان الأمعاء. كان خبر صادم ومزلزل وصل صداه بسرعة للمغرب، خبر كان صعب التصديق ديالو، بحيث أكد صديقه المقرب بوينيني لاحقا أن المرحوم بيتشو تسلي بطاقة بريدية من تونس خلال المعسكر الإعدادي لفريق الوحدة قبل أيام قليلة من وفاته. وعلى حسب ما صرح به كاين في تماما إصابة بيتشو بسرطان الأمعاء. وقال أيضا أن وفاته كانت مفاجئة وصادمة بالنسبة ليه، وما زال الوقع ديالها كيرافقه حتى اليومنا هذا. بالنسبة لشقيق بيتشو كمال شكري، قال في أحد التصريحات التلفزية أن وفاة الأخ ديالو كانت مفاجئة، وأنه سافر للسعودية في اليوم التالي، وكان كيشك في أسباب الوفاة ديالو، وأنه ما مصدقش أن أخوه كان مريض بالسرطان. فكيفاش مرض السرطان أنه غيقتل شخص بهذه السرعة؟ وكيقول أنه بعد ما وصل للمصحة اللي كيرقد فيها جثمان بيتشو طلب منه أحد المسؤولين أنه يوقع على وثيقة مكتوب عليها أن الوفاة تمت بدون عنف. وهنا تزادت الشكوك ديالو، وزيادة على ذلك أنه من شاف جثة بيتشو ما كانش فيها أي أثر للعملية الجراحية اللي تقال ليه أنها دارت. وخرجوه من المصحة من عبر على الشكوك ديالو، وقال أيضا أنهم شرحوا جثة بيتشو بلا الموافقة ديالو. وهذا الشيء كامل كيأكد لكمال شكري أن وفاة خوه ما كانتش طبيعية بالمرة. اتصل كمال شكري بالأب ديالو وعاود لي على كل هاد التفاصيل، وقال الأب المكلوم على وفاة الابن ديالو جيب لي يا ولدي ندفنو باش نرتاح وخا يكون مقطع طراف. وهنا استسلم كمال شكري لواقع الأمر، ووقع على كل الوثائق اللي طلبات منه ليتم نقل جثمان بيتشو للمغرب يوم 26 يناير سنة 1980 ودفن في مقبرة الشهداء في الدار البيضاء. لكن هناك أمر كيبعث على الشكوك في وفاة بيتشو، وهي وفاة اللاعب التونسي محمد علي عقيد اللي توفى في سنة 1979 بالسعودية، يعني قبل عام واحد من وفاة بيتشو، وهو اللي كان كيلعب في صفوف نادي الرياض السعودي. الرواية الرسمية لوفاة عقيد كتقول أن صاعقة ربطته أثناء التدريب في يوم عاصف، لكن السؤال اللي طرح بقوة آنذاك علاش هو بالضبط اللي ضربته العاصفة دون باقي اللاعبين والأطر اللي كانوا في مركز التدريب. وكانت الإجابة غريبة شيئا ما، هي أن اللاعب كان كيرتدي سلسلة ذهبية حول العنق ديالو، وهي اللي جذبت الصاعقة ليه. تم إرسال جثمان محمد علي عقيد لتونس في صندوق مغلق بإحكام، وتمنع الفتح ديالو نهائيا، وكان تحت حراسة مشددة من طرف جنود تونسيين. ويقال إن الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة هو اللي أمر بذلك، وترفض طلبات الأسرة ديالو باش تلقي عليه نظرة الوداع الأخيرة، وبقى قبره محروس لمدة طويلة خوفا من أن يتم النبش ديالو. لكن في سنة 2012 وبعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تمكنت عائلة محمد علي عقيد من استصدار حكم قضائي كيقضي باستخراج الجثة والتشريح ديالها. وتم اكتشاف مفاجأة صادمة، هي أن اللاعب قتل برصاصتين، واحدة في الرأس والأخرى في العين اليمنى. كما توجد أن الفك الأسفل ديالو مهرس، لكي يدل على أنه تعرض للتعذيب قبل الوفاة. ورفعت عائلة محمد علي عقيد دعوى قضائية على نادي الرياض السعودي في إحدى محاكم مدينة صفاقس بتونس، كتهم النادي بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. حكاية مقتل محمد علي عقيد كتخلي وفاة بيتشو أكثر غموض، وكتطرح العديد من التساؤلات. هل حقا كانت الوفاة ديالو كيف ما أعلن التقرير الطبي اللي تكتب هذه أكثر من 46 عام أنها كانت بسبب مضاعفات إصابته بسرطان الأمعاء؟ في الأخير لا يسعنا القول سوى رحم الله الراحلين محمد علي عقيد ومصطفى شكري بيتشو. وكنتمنى إلا عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب
وتحياتي لكم كاملين.